مساء الخير، والنهاردة بقى هنعمل مع بعض شربات الحلويات التقيل زي ما انتوا شايفين جماله. هنبدأ ان شاء الله النهاردة نعمل مع بعض شربات الحلويات التقيل، لان ده هتكون سلسلة كاملة هتنزل ورا بعضها علشان بإذن الله حلويات رمضان. وكل يوم هنزل لكم وصفة، لان في رمضان مش هكون فاضية طبعا اعمل حلويات. انا هنزل لكم وصفات كتير تختاروا منها عشان نعملها مع بعض تاني في رمضان، ولكن هيكون أول أسبوع أو أسبوعين بس في رمضان اللي هكون بعمل معاكم وصفات. عشان بقية الشهر إن شاء الله هنبدأ نعمل حلويات العيد أو اللي هي النواعم بتاعة العيد. فأنا ابتديت من بدري شوية علشان عندي أفكار كتير جدا جميلة وجديدة عايزة أنزلها لكم. فبدأت إن شاء الله أول حاجة وأهم حاجة في حلويات الشرقية بتاعتنا هي الشربات. وبدأت أعمل الشربات التقيل بتاع الحلويات زي ما انتوا شايفين. عايزين أول حاجة عملناها حطينا كيلو من السكر، وعليه 3 كوبايات من المية المغلية. أنا غالية المية ديت علشان خاطر ما تخليش السكر ده يسكر معانا. فبدأت حطيت كيلو السكر كله وحطيت عليه 3 كوبايات مية مغلية، وحطيت 3 معالق عسل نحل. طبعا ده عسل نحل وعليه مكسرات كده، انا شاريه زي ما هو كده نوع غالي، ولكن انتي ممكن تحطي عسل جلوكوز، تحطي 3 معالق كبار. انا حطيت 3 معالق عسل نحل، والحمد لله خلت ريحة الشربات فظيعة. يا جماعة تحس ان الشربات كله عسل نحل اصلا مفيهوش اي حاجة، ما تحسيش ان هو شربات سكر. وبدأت احطهم على النار، واول ما بدأوا يغلوا كده زي ما انتوا شايفين بدأت ادوم تقليبة، بس التقليب من النص ما تطلعيش على جدار الحلة عشان الشربات معاكي حبيباته ما تطلعش على الجدار كده وتسكر منك. هي تقلبتين 3 كده في النص وخلاص على كده. بدأت بعد كده احط الليمون، لان الليمون ده انا ما بحطوش غير بعد اول غلية من الشربات. اول ما الشربات يغلي بدأت احط ليمونة كاملة، نصها حطيته 3 شرايح كده والنص التاني عصرته. وما تخافوش مش بيمرر الشربات خالص، لان مبدئيا الليمونة ديت لونها اصفر فمش هتدي مرارة. وبعد كده احنا مسكنا دي مية ودي فرشة، فهنبدأ نمسح جوانب الحلة كده كويس جدا. وطبعا الريمة البيضة اللي طالعة على الوش دي كلها لاننا حاطين عسل نحل، فهي عادية جدا ما تخافوش منها. احنا كده كده اوريدي هنلمها او هنشيلها يعني. كده زي ما انتوا شايفين هبدأ كده امسح الجوانب. ومن اللحظة دي من اول الشربات ما غلي هنشيل اي رمة عليه، وبعدين هنحسب له 8 دقايق. طبعا في اللي بيحسب 12 دقيقة، لكن انا بالنسبة لي 8 دقايق شربات مظبوط جدا تقيل. شربات على الشعرة تقيل ومظبوط جدا وجميل بسم الله ما شاء الله. كده فضلت امسح جوانب الحلة لحد ما الشربات خلاص اهو قدامكم زي ما انتوا شايفين. طفيت عليه دلوقتي بعد مرور ال8 دقايق اللي انا قلت لكم عليها. شايفين يا جماعة الشربات ده والله العظيم مظبوط جدا على الشعرة. سبته خالص لما هدى من الحرارة تماما. وبعد ما هدى من الحرارة بدأت ان انا اصبه في البولة. شكله خفيف ونازل لان هو زي ما انتوا شايفين لسه سخن بيدخن اهو على اخره. هنسيبه بس 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق هنشوف احنا هنوريكم دلوقتي هو هيبقى شكله ايه. اهو شوفوا شايفين حتى الحلة، النقطة اللي فضلت في الحلة علشان خاطر بردت. شايفين بسم الله ما شاء الله بتنزل ازاي. انا بشاور لكم عليها تقيل يعني مش خفيف. وكده سيبناه لما برد تماما ودخلناه التلاجة كمان 3 ساعات. وده كان شكله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك بتاعي والاشتراك في القناة، واهم حاجة تصلوا على الرسول تحت في الكومنتات وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، لان ده حاجة بتفرحني جدا.